السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص فاضل 3 أسابيع على شهر رمضان. وكلنا طبعا عارفين إن شهر رمضان ده قيمته ازاي عند الناس وفرحته ازاي عند الناس. طيب احنا في الفيديو ده في مفاجأة وفي حاجة تانية، وعد. أول حاجة ونتكلم في رمضان شوية. رمضان ربنا سبحانه وتعالى ما بعتهوش لينا علشان ان احنا ناكل وعلشان ان احنا نخرج مع صحابنا ونرجع الصبح، او علشان ان احنا ننزل معزة، او عشان نسافر دول بره، عشان نسافر سياحة ونقضي حياتنا كلها بره في رمضان. لا، رمضان سبحانه وتعالى بعته لينا علشان هو شهر كريم، وعلشان هو بعت فيه ليلة كريمة، ليلة القدر. فيها أعمال كتير بتتقبل، وفيها ذنوب كتير بتتمحي، سنين فاتت وسنين جاية. رمضان ربنا سبحانه وتعالى بعت القرآن فيه على سيدنا محمد، أنزلنا فيه القرآن هدى للناس وبينات. الحاجة التانية، شهر رمضان ازاي نستغله وازاي ما نعملش فيه ذنوب وازاي ما نملش في نص رمضان. اول حاجه، ما ينفعش ان انت تقول لي انا بعد الفطار هعمل الذنب اللي انا عايزه. ليه؟ اصل انا كنت صايم، ما ينفعش ان انا اعمل الذنب وانا صايم. يا حبيبي، ذنب الليل هو ذنب الصبح، ورب الليل هو رب الصبح، ورب الصيام هو رب الشهور. رمضان ربنا سبحانه وتعالى ما بعتهوش ليك علشان هو شهر يعني مفضل، لا، هو شهر كريم. ربنا سبحانه وتعالى علشان نزل فيه القرآن، وعلشان بيمحي فيه خطايا، وعشان فيه أعمال بترفع. فاحنا لازم نستغل الشهر ده نبدأ حسنات جديدة، وان احنا نمحي ذنوب فاتت. وناس كتيرة بتستنى الشهر ده علشان تبدأ حياة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني الذنوب اللي هتعملها الصبح هي اللي هتعملها بالليل، ويمكن أزود، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبك عليها أكتر لأن أنت في رمضان. ازاي بقى نستغل رمضان وازاي نخرج منه يعني في خير فيه. أول حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيحب قراءة القرآن، وبيحب القرآن جدا، وبيحب الصلاة، بيحب الفروض. الفرض اللي اتطبق عليك لازم تعمله، اللي هو بيتقضى عليك في كل الشهور. كل الشهور اللي فاتت لازم تعمل الصيام، ولازم تعمل الزكاة، ولازم تقدم الصدقة، ولازم تستغفر ربنا، ولازم تذكر ربنا سبحانه وتعالى، لازم تصلي على النبي محمد، ولازم تصلي قيام الليل، ولازم تصلي التراويح، ما ينفعش ان انت تسيبها. الحاجة التانية، ازاي اصوم وازاي ما صليش. لو انت صليت ولو انت صمت وما صليتش، مش هينفع لك صيام، لان ده شهر كريم لازم تصوم فيه. ازاي نستغل رمضان بقى عشان ما نتوهش؟ ازاي نستغل رمضان؟ نصحى الصبح، نقرأ ورد لينا، نصلي الصبح بتاعنا، ونصلي الصلاة الفرض علينا، ونقرأ قرآن، ونبدأ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. نبدأ مثلا نخلي ورد نفسنا 500 صلاة على سيدنا محمد، 500 استغفار، ونبدأ نداوم على الذكر. ونداوم على التراويح. يا ريت نصلي في كل مسجد شويه، يعني انت لو انت حابب مسجد معين صلي فيه، لكن يفضل انك تصلي في كذا مسجد شويه، تتنقل، تشوف الحياه، تشوف الناس، تخرج تتفسح بعد الصلاه. الحاجه التانيه، حاول تداوم على الورد القرآن، السماع والحفظ والقرآن والقراءة. ده نستغفر رمضان، نستغفر كتير في رمضان، لأن بيكون في ذنوب كتير عند الناس، حابب ربنا سبحانه وتعالى إنه يغفرها لك، وحابب إنه يطلع لك من شهر رمضان ده حسنات وخير كتير. طيب، في بعد 15 رمضان بتحس الناس ملت وسابت القرآن وسابت الصلاة وبدأت تعمل ذنوب كتير زي الأول. انت لو متابع مع رمضان بورد، كاتب كده في ورقة ان انا هعمل كذا في رمضان، استحالة تعمل حاجة في نص رمضان. انت مداوم. شهر رمضان هيعدي عليك بالراحة، ويعدي عليك سعيد، وهيعدي عليك بخير، وهيعدي عليك ببركة، وهيعدي عليك برزق كتير. لو انت كتبت لنفسك كده انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، واصلي على النبي واستغفر ربنا سبحانه وتعالى واقوم الذكر، ومش هغتاب حد، ومش هعمل ذنوب كتير، ومش هعمل ذنوب خلويه، مش هينفع ان انا اعمل ذنوب بالليل، مش هينفع ان انا اشرب خمره، مش هينفع ان انا ازني، ما ينفعش ان انا اعمل عادات سريه، ما ينفعش ان انا اعمل واعمل 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 الحاجات دي في رمضان. ليه؟ لان انا، يا رب، انا مش هعمل كده عشانك، فربنا سبحانه وتعالى هيقدرك بعد رمضان وفي رمضان. طيب، ايه هي المفاجاه؟ اول حاجه، في رمضان ان شاء الله باذن الله هم مفاجاتين. اول حاجه مفاجاه نخليها اللي هي في رمضان ان شاء الله، يوم 15 رمضان في حلقه مع الشيخ مشاري راشد. برضه بلغ عنها في اليوتيوب، او بلغ عنها على الفيسبوك، اللي مكتوب اللينك بتاعي في الديسكريبشن تحت. مع الشيخ اسامه الصافي والشيخ عبد الرازق الدليمي في برنامج المرتل، ان شاء الله على قناه سما دبي. طيب، ايه هي الوعد ان شاء الله باذن الله في رمضان هنحاول نخلي سلسله دايمه فيديوهات، مش قران وبس، لا، هيبقى في
حاجات بتحث الناس انها ازاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى اكتر في رمضان، وازاي تداوم على الاستغفار، وازاي تداوم على الذكر، ونحسهم على الايمان الاكتر، وايه اللي يتابعوه في رمضان وايه اللي ما يتابعوهوش، وايه الافلام ولا المسلسلات ينفع نتابعها او لا، ونقرا لمين ونسمع لمين، خطب لمين ونقرا كتاب لمين. ان شاء الله باذن الله تابعونا في القناه. لو انت مش مشترك او مش فعل الجرس حاول تفعله علشان يوصلك الفيديوهات اول باول، وعلشان ما يتوهش منك اي فيديوهات. ان شاء الله باذن الله هنزل واقول المواعيد بتاعه السلسله بتاعتي. مش هتكون كل يوم، ان شاء الله هتكون كل يومين او كل يوم ويوم، بس ان شاء الله باذن الله هتكون صغيره وهتفيد ناس كتير. واتمنى اكون عند حسن ظنكم، وربنا يرزقنا الاخلاص، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.